ممكن حضراتكم كمتابعين لقناة أبو ملك ولأي واحد بيشوفني دلوقتي حتى لو كنت أول مرة تشوفني تجاوبني على السؤال ده؟ ليه أبو ملك مش ناجح؟ ليه شايف قناتي مش ناجحة؟ ليه مشاهداتي مش بتزيد؟ بنزلك في فيديوهات، بشتري كاميرا، بشتري مايك، بشتري كمبيوتر، بعمل لك مونتاج، بتعلم مهارات، بنزلك فيديوهات، بعلمك. ليه كمان مش بتدعمني؟ ليه مش بتتفرج عليا؟ ايه اللي انا قصرت فيه تجاهك كمتابع ما عملتوش؟ ليه مش بتتفرج على فيديوهاتي؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بيكم في حلقه جديده. طبعا انا خدتكم بالدخله الغريبه دي وعمال اقول لك ليه ومش ليه ومش ليه ومش. عزيزي المشاهد، حضرتك لو متابع واحد بس على قناة أبو ملك بإذن الله أنا هكمل لآخر العمر. أنا بس طالع لك كده، واعذرني لو أنا خدتك كده في البداية أقول لك أسئلة الكل بيسألها لنفسه. كل منشئ المحتوى اللي لسه بيبدأوا دايما كده يبقى قاعد قدام المراية نفسه يفتح الكاميرا ويفضل يزعق في المتابعين: انتوا ليه ما بتتفرجوش على فيديوهاتي؟ انتوا ليه مش بتعملوا تعليق؟ انتوا ليه مش بتعملوا لايك؟ اشتركوا في القناة. نفسه يخنقهم عشان يشتركوا في القناة. عزيزي المتابع أو عزيزي منشئ المحتوى، لو انت دايما رامي الخطأ على غيرك يبقى عمرك ما هتنجح. لازم دايما تطلع العيب فيك. اوعى تقول على نفسك او اوعى تقول على يوتيوب ان العيب منه. اوعى تقول على المتابع ان العيب منه. العيب منك انت، عشان ما اقنعتهوش ان هو يشترك، عشان ما خليتهوش يكمل الفيديو، عشان ما طورتش من نفسك عزيزي المتابع او عزيزي منشئ المحتوى. لازم دايما تطلع العيب فيك. هتلاقي ان في حاجة انت غلط فيها، هتلاقي ان في حاجة انت ما عملتهاش. اوعى تفتكر ان المتابع هو السبب او ان اليوتيوب هو السبب. اليوتيوب عايزك تنجح، اليوتيوب عايزك تجيب مشاهدات، لان هو كمان هيكسب. يبقى كده تأكدنا ان العيب مش من اليوتيوب، العيب فيك انت. طيب المتابع عزيزي المنشئ المحتوى، مش انت لوحدك منشئ محتوى على يوتيوب. في منشئ محتوى كتير على اليوتيوب، في 1 2 3 4 بيقدموا نفس المحتوى اللي انت بتقدمه. يبقى ازاي تلوم المتابع وسط الجمهور ده كله؟ طب اعمل ايه عزيزي ابو ملك؟ انا مش عزيزك، انا منشئ محتوى عادي. تعمل ايه؟ تطور من نفسك. دايما في حاجة عندك ناقصة، لازم تشوف ايه اللي ناقص عندك. طور من اسلوبك في الكلام، طور من المحتوى اللي انت بتقدمه، من طريقة تقديم المحتوى. هات معدات كويسة، هات افكار ما تجيش في بال حد مثلا والله اعلم الفكرة اللي انا عملت بيها الفيديو دي هتنجح ولا مش هتنجح، بس دي فكرة جديدة جت في بالي قلت اعملها فيديو ادعمك من خلالها. اقول لك انك لازم تستمر على يوتيوب، لازم دايما تنزل فيديوهات. انت لو ما نزلتش فيديوهات فمش ده الحل. انت عشان تنجح لازم تنزل فيديوهات. ما تقولش انا نزلت فيديو والفيديو ما نجحش والفيديو ما جابش مشاهدات فتقعد حاطط ايدك على خدك ومستني اليوتيوب ينجحك. اليوتيوب مش هينجحك، اليوتيوب هيروح لمنشئ محتوى تاني بينزل فيديوهات وهينجحه، لان هو خلى المنشئ المحتوى او خلى المتابع يكمل جوه المنصه. اما انت عملت ايه؟ انت حطيت ايدك على خدك وقلت ليه اليوتيوب ما بينجحنيش؟ ليه المتابع مش بيتفرج عليا؟ ليه مش بيعمل لي لايك؟ ليه مش بيعمل لي تعليق؟ عزيزي المتابع، انا دايما كابو ملك كل اسبوع كده بجيب ورقه وقلم واشوف انا عملت ايه في خلال الاسبوع ده، وبقول انا عملت 1 2 3 وناقصني 1 2 3. لا ده انا عملت كده في الفيديو ده وعملت كده في الفيديو، ما ينفعش اعمل ده وما ينفعش اعمل ده وما ينفعش اعمل ده. بطلع على الاقل 5 6 حاجات ما كانش ينفع اعملهم وبطل اعملهم. كل اسبوع بعمل كده، كل اسبوع براجع كل الفيديوهات اللي نزلت على القناه وكل المنشورات اللي نزلت على المنتدى والبثوث المباشره واشوف انا عملت ايه وما عملتش ايه، واطور من نفسي، اطور من الكلام، اشوف افكار واجيب افكار محدش عمره فكر فيها ولا عمره هيفكر فيها. عزيزي المتابع، عزيزي المتابع، انت لو عايز تنجح على يوتيوب يبقى لازم تستمر. اوعى تبطل تنشئ محتوى، اوعى تبطل ترفع فيديوهات، اوعى تنقطع على القناة بتاعتك. عندك ظروف يبقى شوف لك يوم ولا يومين اجازة، صور فيهم 5 6 فيديوهات 10 فيديوهات، نزلهم خلال الشهر. لما يجي لك فرصة يومين ولا يوم اجازة صور لك 10 فيديوهات تانيين ولا 5 فيديوهات تانيين وجهزهم وجدولهم على القناة ونزل فيديوهاتك بشكل مستمر. اوعى تنقطع على القناة، اوعى تنقطع على اليوتيوب. لو انقطعت غيرك مش هينقطع على اليوتيوب. يبقى انت لازم تتحدى اليوتيوب، لازم تتحدى نفسك. هو انت ليه بتقول ان الفيديو ما بينجحش؟ طب ما تبص الفيديو ده، حلل الفيديو. هو الفيديو عبارة عن عنوان وصورة وكلام انت بتقوله. هو انت هتشوف نفسك غلط؟ انت لو قعدت قدام الكاميرا او قعدت قدام نفسك طيب انا بنزل محتوى، طب انا قلت، طب انا شجعتهم قلت لهم اشتركوا وهم ما بيعملوش حاجه، هل كده هو عيب فيهم؟ لا، هم لقوا عند غيرك اللي ما لقوش عندك. انت ما عملتش اللي غيرك عمله. شوف ايه نقط الضعف عندك عزيزي المتابع او عزيزي منشئ المحتوى وحسنه. لازم تطور نفسك. العيب فيك عزيزي منشئ المحتوى او عزيزي المتابع، العيب فيك انت. انت هنا
جاي تتعلم ازاي تنشئ قناة يوتيوب. اول حاجة لازم تتعلمها في قناة ابو ملك انك انت تستمر، ان انت كمنشئ محتوى دايما عندك حاجة غلط، زي ما بنقول كده ايه، جلد الذات. قول انا غلطان، انا مش محقق النجاح اللي مطلوب مني، انا عندي تأثير في نقطة معينة، وانا كابو ملك هي الكلمة الوحيدة اللي مخلياني مستمر على يوتيوب هي ان انا دايما بقول لنفسي انا غلطان، انا عندي خطأ، انا لازم اصلح من نفسي. ما ينفعش اقول اصل اليوتيوب مش بيقترح لي فيديوهاتي، اصل المشاهد مش بيكمل الفيديو للاخر. هو انت هتجبر الناس يتفرجوا عليك؟ شوف ايه اللي بيخليهم يتفرجوا واعملوا، شوف ايه اللي بيخليهم يتابعوك واعملوا. لو ما عملتش ده فالخطأ من عندك انت عزيزي المتابع او عزيزي المشترك في القناة. مش عايز اطول عليكم اكتر من كده. الحلقة بتاعت النهاردة اتمنى ان هي تفيدكم لانها بتفيدني. حلقة النهاردة لا فيها سكريبت ولا فيها قلم ولا فيها ورقة، انا اصلا طالع اكلمكم عن فكرة فيديو تانية اهي، كنت هصورها ببص كده لقيت كلمة شدت انتباهي قلت اقولها لكم. شايف الافكار بتيجي ازاي عزيزي المتابع عزيزي منشئ المحتوى؟ بتيجي بكلمة انت مش عامل لها حساب. دايما خلي جنب منك ورقة وقلم وخلي الكاميرا شغالة، هتنجح على يوتيوب. اشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة. لو عندك اي سؤال سيبه في التعليقات، واعمل لايك واشتراك وفعل الجرس على الكل عشان تجيلك اشعارات بالفيديوهات الجديدة. اشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.